في حاجة مهمة عايزك تاخد بالك منها، اسمها الجريمة المستمرة. يعني ايه جريمة مستمرة؟ جريمة مستمرة معناها ان انت اي وقت ممكن تعاقب بالحبس او بالسجن، لان هذه الجريمة انت ارتكبتها ولم تنتهي. زي ايه الجريمة المستمرة؟ زي التزوير. ليه جريمة مستمرة؟ لانك ممكن تزور شيء، والشيء ده تاخده سواء محرر رسمي او محرر عرفي وتروح تقدمه. زي مثلا زورت عقد بيع ورحت خدته عملت بيه رخصة بناء، وانت بتبني بهذه الرخصة على مدار سنين وبتبيع بهذه الرخصة. ممكن يتم إدانتك في حالة إن تم الطعن فأي عقد من العقود اللي حضرتك بعت بيها، وتصبح دي جريمة مستمرة تعاقب عليها بالتزوير. تعاقب عليها ليه؟ لأنك أنت زورت عقد من فترة كبيرة واستخدمته بصورة مستمرة، أو استخدمت الشيء أو الإجراء الذي ترتب على هذا الفعل المجرم من القانون. فخد بالك، اوعى تعمل حاجة وترجع تندم عليها انت او ولادك من بعدك ويخسروا كل حاجة في حاجة صغيرة كانت ممكن انك تصلحها. فخد بالك من اللي بقوله، وربنا يسلمكم جميعا واشكركم.